مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه أمس خلال مجلس وزاري يجسد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، وهو يتضمن تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة. المزيد في تقرير عبد الهادي الجحفي. يشكل مشروع قانون القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس برئاسة جلالة الملك خطوة إيجابية جديدة في مسار إصلاح منظومة القضاء وتعزيز ترسانة حماية حقوق الإنسان بالمملكة. المشروع الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية يهدف إلى ملائمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. هذا الفتح القانوني يتجلى في القضاء العسكري في حلته الجديدة، بحيث أن القضاء العسكري في المحكمة العسكرية أو قانون العدل العسكري القديم كان العسكري يجر المدني إلى المحكمة العسكرية، الفصل الثامن أظن، يعني الارتباط، مسألة الارتباط. اليوم أصبح المدني يجر العسكري للمحكمة المدني، وهذا في حد ذاته أول تنزيل لدستور 2011 الذي يتناغم مع الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب. إصلاح قانون القضاء العسكري مبادرة تعبر عن حرص المغرب على السير قدما في مسلسل الإصلاحات الدستورية ولبنة جديدة في اتجاه إرساء دولة المؤسسات. المجتمع المدني دائما كان يطالب بأن تتوقف كل المحاكم الخاصة، وأن المحاكم المدنية كافية لاتخاذ القرارات اللازمة في الموضوع. فلهذا احنا المغرب بعدما صادق على كل الاتفاقيات الدولية وما نص عليه الدستور الجديد في ميدان حقوق الإنسان يضيف واحد الوقفة نوعية في هذا المضمار بترك المحكمة العسكرية تتحكم فقط في القضايا الانضباط العسكري. بمصادقة على إصلاح قانون القضاء العسكري أثبت المغرب أنه أضحى بالفعل يمتلك آلية مؤسساتية من أجل ضبط الوضعية الحقوقية في كافة التراب الوطني وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة. العديد من الفعاليات الوطنية العربية والأجنبية وصفت إصلاح القضاء العسكري بالمغرب باللبنة الجديدة والخطوة الهامة التي تجسد تعزيز مكانة حقوق الإنسان والتي تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية. نتابع بهذا الشأن مجموعة من التصريحات استقتها عبر الهاتف نسرين الحمداوي. هناك اعتقاد سائد لدى الأوساط الحقوقية العالمية بأن هذا المشروع من شأنه أن يدخل المغرب إلى مرحلة جديدة يمكن أن نقارن بها الوضع السياسي والحقوقي والديمقراطي في المغرب بأعرق الديمقراطيات العالمية والغربية. فهذا المشروع الذي لا يسمح للقضاء العسكري أن يحاكم مدنيين أو مغاربة مدنيين، هذا يساهم في تركيز الديمقراطية وتركيز حقوق الإنسان وتركيز دولة المؤسسات في المغرب. فبفضل هذا القانون وهذا التعديل يدخل المغرب عالم الديمقراطيات العريقة، ويمكن أن يقارن بعدة تجارب أوروبية هي التي الهدف الأساسي منها هو الدفاع وحماية حقوق المواطن المغربي. في الواقع هذه الخطوة لا يمكن سوى الإشادة بها واعتبارها تعزيز مكتسبات الديمقراطية التي ركمها المغرب خلال السنوات الأخيرة. بالطبع أنا أحاول أن أعطي قراءة إعلامية لهذا الخبر بحكم اختصاصي بطبيعة الحال، وأعتقد أن مثل هذه الأخبار هي جد إيجابية بالنسبة لصورة المغرب التي تحسنت كثيرا في وسائل الإعلام العالمية، خاصة بعد الأحداث التي عرفتها دول منطقة الربيع العربي كما نعرف، والتي تبرز أن اختيارات المغرب الديمقراطية أوصلته إلى استقرار سياسي يسمح له اليوم بلعب دور وازن في العالم العربي وفي إفريقيا. هذا النوع من القرارات، أي مشروع القانون الذي نتحدث عنه الذي يستبعد المدنيين من اختصاصات المحكمة العسكرية، لا يمكنه سوى الصب في هذا الاتجاه والاتجاه الصحيح
بمعنى أن مثل هذه الأخبار يمكن إلا أن تكون إيجابية بالنسبة للمغرب. إلغاء هذه المحاكمات هي نقلة نوعية جدا لحماية المواطنين المدنيين من المحاكمات العسكرية، إضافة إلى أنه تم إلغاء المحاكمات العسكرية فيما يتعلق بأن الحكم الذي كان يصدر لا يمكن استئنافه اليوم يمكن الاستئناف أي حكم قضائي صادر عندما يكون أحد الأطراف هو جهة مدنية والطرف الآخر هو جهة عسكرية، بمجرد أن الطرف هو أمر المحاكم المدنية. فبالتالي هذه الخطوة ستضيف كثيرا لموقع المغرب إقليميا ودوليا أيضا